اليوم 11 من تجربة نظرية الكوب والحركة. اللي لسه ما شاهد الفيديو مثبت على الصفحة في الفيسبوك والتيك توك. أحب أشكر بعض أصحاب التعليقات اللطيفة والإيجابية، بصراحة ناس فاهمة وش نقول وش نشرح، وهذا بحد ذاته يعتبر بالنسبة لي محفز جدا. وانت كمريض سكر انضم للتجربة وابدأ وتابع الجديد وإن شاء الله تستفيد. نتائج اليوم 11: تعشينا فطيرة الحمص مع الجبن السائل والبيض، وكانت النتيجة 154. طبعا الجبن السائل راح استبعده من الغذاء ولا تقول لي ليش. صحينا على سكر صائم 108 تقريبا، ثابت من بداية الأسبوع وأنا مرة مبسوط. تناولت الإفطار برضه فطيرة بالبيض المسلوق والشاي. طبعا هنا تخليت عن منظم السكر اللي كنت آخذها، مو لأن العلاج مضر، لا، بس أخاف من الهبوط أكثر إلى دوري الدرجة الثانية. حسن السكر قبل الغداء، النتيجة 107. بالله عليك الأرقام ذي ما تحفزت لواحد آخر قياس له التراكم 12 كنت تصحى على سكر 400 و300. وإذا لساتك ما مصدق يبقى خليك بالحلقة المفرغة اللي أنا عشتها سنين مع حرقان السكر بلاوي. طبعا مشينا الورد اليومي من 15 إلى 30 دقيقة. حسن السكر قبل شوي كان 132. تبقي نعطيكم قياس ما بعد العشاء، وهذا سيكون مع فيديو الغد إن شاء الله. خليكم متابعين، ورانا أيام ومستمرين، وانت خبر بصحتك يا غالي.